ايه رأيكم لو نبعد شوية عن الكلام والنقد، سواء كان ساخر او لاذع او بناء، ونعمل حاجة فكرة جديدة موجودة عندنا في البيت، وحاجة تقدر تزين بيها البلكونة بتاعتك. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي وأصدقائي. طبعا في بيتي المتواضع وبلكونتي الصغيرة اللي على قدي طبعا اللي أفتخر بيها، حبيت إن أنا أعمل لكم فكرة جديدة، مش جديدة عليكم طبعا. إذا كنتوا شفتوها في أي قناة تانية فأنا واخدها طبعا من قناة تانية، ودي حاجة مش عيب وبعترف بيها. إن أنا هعمل حوض خشبي للزراعة عندي من خلال حاجات موجودة عندي في البيت ومهملة، يعني بمعنى أدق، بدل ما ارميها في الشارع دورتها واستفدت بيها. اكيد كل واحد فينا بيحب الخضره وبيحب ان هو تكون البلكونه بتاعته فيها زرع، حتى ولو يا سيدي الخضروات زي الجرجير، بقدونس، ملوخيه، اي حاجه خضراء. المهم يكون عندك في البلكونه عشان تجدد الاكسجين عندك وتاخد منك ثاني اكسيد الكربون. صندوق خشبي زي ده كده سهل انك انت تلاقيه، حتى لو ما كانش عندك هيبقى عند جارك. ممكن عايز يرميه انت هتاخده وتحاول انك انت تنفذ في المشروع بتاعك. زائد خشبتين زي دول هتقسمهم بالنص وهتعملهم رجول. طبعا هتقولي طب والصرف بتاع الميه يا سيدي الفاضل هتتصرف فيه ازاي؟ انا هقول لك هتتصرف فيه ازاي. رجل زي ديت ممكن تكون مش مستخدمه عندك، او تنزل تجيبها من عند الحداد ب10 جنيه او ب5 جنيه على حسب ما هو هيبيعها لك. الرجل ديت فيها المصرف بتاع الميه بتاعك. لو انت فكيت الكعب بتاع الرجل دوت، الثقب بتاعه كده كده الخرم اللي موجود دوت هيخلي الميه الزياده بتاعتك اللي هي تنزل من الحوض على الارض. مش هتسيبها تنزل على الارض، لا، انت تحط تحتيها ازازه عشان تستقبل الصرف الزياده. زائد تثبتهم في قعر الصندوق بالاربع مسامير اللي موجودين زي ما انت شايف كده، على اساس تكتمل عندك عمليه الري ويكون في تنفيذ للزرع بتاعك من خلال الثقب دوت. كده يبقى احنا عرضنا عليكم المكونات. اقول لك لا، لسه في حاجه تانيه، لان انا هبطل الترب بتاعي بمشمع او شنط بلاستيك غير قابله لتسريب الميه. نحط دي هنا دلوقتي، الشنط اهي زي ما انتم موجوده، هنلزقها في بعض بشمع او بسلوتيب على اساس ما تعملش تسريب للميه على الترب مباشره. طبعا انا جبت الخشب بتاعي وعلمت النص بتاعه على اساس اعمل 4 رجلين من الخشبتين اللي كانوا موجودين عندي، وهقوم بنشر واحده منهم قدامكم. وزي ما انتم شايفين قمنا بتقطيع الخشبتين اللي موجودين وعملتهم 4 رجول زي ما انتم شايفين كده، وهنثبتهم مع بعض. جبنا الرجول بتاعتنا زي ما انتم شايفين 4 رجول وحوالي 8 مسامير اهمت، وكل رجل هتركب على الطرف زي كده وكده، 2 هنا و2 هنا. يعني خلصنا من الصندوق وعملنا له ال4 رجول بتاعتنا اهو زي ما انتم شايفين، وبنرجع نحطه على الارض زي كده. هنقص الكيس وهنحاول ان احنا نحطه بطريقه احترافيه على اساس الميه ما تجيش على الخشب خالص بعد ما نعمل التسريب بتاعه. طبعا الفتحه اللي احنا عايزين نفتحها هي الكعب بتاع الرجل، هو الكعب اللي هيودينا المقاس بتاع الفتحه على اساس الرجل تنزل كلها، يبقى بس الغطاء اللي عليه ال4 مسامير هو اللي على وش الصندوق من فوق. وزي ما انتم شايفين انا ثبت القاعده بتاعتي اللي هتسرب الميه اهو ب4 مسامير، وعشان امن اكتر عملت تحت القاعده شمع من ورا ومن قدام. يبقى بالشكل دوت النهائي بتاعك. طبعا بعد ما ثبتنا الكيس بتاعنا بالبلاستيك زي ما انتم شايفين، ثبت ال4 جوانب بالطين على اساس اقدر ان انا ارمي بقيه التربه فيه. طبعا بعد ما غلفت الصندوق بتاعي بالبلاستيك زي ما انتم شايفين وامنت الصرف بتاعي
وعملت الحوائط بتاعت الصندوق بالبلاستيك عشان برضو المية ما تتسربش وتنزل على الخشب، وانا كده كده هبقى حريص ان المية ما تنزلش على الخشب. وحطيته في ركن من البلكونة عشان اجيب بذور الجرجير وازرعه في الصندوق دوت. احنا هنقوم دلوقتي بتسطير الصندوق دوت كده، وبعد كده هنجيب البذور اللي احنا شريناها وهنرميها كده اهو، شايفين نرميها كده، وبعد كده جبناها مرة طول، نجيبها عرض بقى كده، وبرضو نعمل كده، نقوم جايبينها مرة تانية برضو. في الحركة ديت البذور بتتردم، بس بتبقى بطريقة منتظمة أحسن ما ترمي على سطح التربة من غير ما تعمل السطور ديت أهو، وتبقى الأرض كلها شبعت من البذور أهو كده. واحد يقول لي طب انت سويت الارض ليه في الاول وبعد كده عملتها سطور، ما كنت رميت على طول؟ اقول لك لا، لان لما كنت ترمي على طول البذور مش هتتوزع ومش هيتغطى عليها، هتبقى سطحيه. مجرد ما تيجي ترمي الميه عليها هتلاقي الدنيا رجعت زي الاول، وبتبقى مش من الارض كلها فيها بذور اللي بيها يبقى الزرع عندك غذائي. بعد ما عملت كده هاجي اسويها تسويه خفيفه كده. انا خلاص ضمنت ان البذور كلها دلوقتي موجوده، هاجي اسويها تسويه خفيفه كده، وامن نفسي برضو برشه تانيه اهو على الجناب بقى شويه اهو. بس هي كده كده شبعانه بذور، وان شاء الله الزرع ده هوريه لكم بعد ما اخلص منه، وبعد ما ينبت كده هبقى اوريه لكم. بالنسبه للري انا جايب ازازه ميه معدنيه ومخرم الغطا بتاعها من فوق عشان الميه ما تنزلش مره واحده. وانت كده كده اما تيجي تروي بتحط ايدك تحت وتروي بالشكل ده كده اهو. وانت كده كده طالما انت مخرم الازازه مش هتعمل ثقب في الطينه، لكن احنا بنأمن. بوريك الطريقه اللي ممكن انك انت اهو تمشي كده بتشبعها ميه عشان انت مش هتسقيها مره تانيه غير لما تلاقي ان الطينه عندك او التربه عندك جفت، وهتلاقي كده كده الجرجير ابتدى ان هو ينبت. وان شاء الله في الفيديو الجاي هوريكم ان الجرجير ابتدى ينبت عندي. وبكده يبقى انتهينا من الفيديو بتاعنا. انا مش مزارع اصلا، لكن الطريقه ديت انا اتعلمتها من النت وحبيت ان انا اطبقها لمتابعيني الكرام المحترمين اللي بيتابعوني، سواء كان قلت كلام نقد في شخصيه او عملت فيديو عادي.